السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيديو جديد من قناة مروة علوي على اليوتيوب. قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت تدعم الفيديو ده باللايك والسبسكرايب، ما تنساش تفعل زر الجرس لو مش مفعله عشان يوصلك كل جديد، وبإذن الله تبقى حلقة نارية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي يا باشا ان احنا نناقش مع بعض كجمهور ايه هي مشاكل الاهلي، ونحاول على قد ما نقدر نلاقي لها حلول. بص يا باشا، بالنسبة لأول مشكلة بالنسبة لي وهي واضحة جدا بالنسبة لكل جمهور الأهلي، هي غرور بعض اللاعبين ورؤيتهم مثل النجوم، ان هم شايفين نفسهم نجوم. يعني زي مين؟ زي تريزيجيه وامام. يعني انا عارف ان احنا جايبين تريزيجيه، انا نفسي عامل فيديو لما قدموا تريزيجيه ان تريزيجيه ده نجم، واخيرا بقى عندنا اجنحه في النادي الاهلي. بعد فتره كنا بنلعب بامام وينج وحسين الشحات الناحيه التانية ومهاجم طاهر، وكان ساعات امام بيبقى مهاجم مع كولر، فكان عندنا افتقار للاجنحه بشكل غريب ومريب جدا. فعشان كده فرحت ان محمود حسن تريزيجيه قيمه وقامه زي ده، وبن شرقي ودول جم اجنحه بقى نجوم. فهو جه على اساس ده ان هو نجم، فنسي نفسه ان هو في نادي كبير زي الاهلي. هو فاكر نفسه راح الجزيره الاماراتي ولا العين البنغالي ولا مش عارف الافيال الباليه. تحس ان هو انا نجم فجاي الفريق، مش مهم المنافسه، انا النجم بتاعه الاول. لا، احنا الاهلي، انت في النادي الاهلي بننافس على البطولات، في ضغوطات. مش معنى ان انت تريزيجيه فانت مش هتتشتم. انت اكتر لاعب اصلا يعتبر، مش اتشتم بقى بمعنى اللي هو شتم بالفاظ، لا، اللي هو اكتر لاعب انتقد من جميع جمهور الاهلي، من جميع جمهور مصر. حتى لما لعبت مع المنتخب ولعبت معانا انتقدت من كل الجمهور على ادائك ده، على الانانيه، على الغرور. امام عاشور برضو، ايه اللي دخل امام؟ فكره ادم وطني وكيل الاعمال بتاعه، اللي هو كان وكيل اعمال وسام ابو علي اللي مشاه من الاهلي ووداه كولومبوس الامريكي. ده كان موضوع على جنب، ولكن موضوع ان انت عايز تعدل عقدك، وانا ليه تريزيجيه يبقى الاول وزيزو جه فانت هتزاحمني. ف... ففي بعض غرور من بعض اللعيبه احنا مش متعودين عليه في النادي الاهلي. لا، احنا مش متعودين ان في نجم اوحد زي ما بعض الانديه الوضيعه التانية بيبقى عندها نجم واحد، وانا اللي هو كده وبقى وعضلات وانا البابا ومش عارف ايه. لا، احنا مش النادي ده. تاني حاجه، الانساق وراء السوشيال ميديا. معنى ان كل لعيب هو بيشوف السوشيال ميديا دايره على ايه. طب انا دلوقتي حد انتقدني، طب يلا ادفع للجان الكترونيه فتدافع عني، فتنزل يقول لك تريزيجيه اللي كان شايل المنتخب ساعه محمد صلاح ومش عارف محمد صلاح المتخاذل ومش عارف ايه. وعرفنا واثبت كذا مره في المنتخب لما محمد صلاح بيتصاب ان احنا بنبقى ملط، بنبقى كمنتخب بنبقى منتخب ملط مش عارفين نلعب كوره. لا عندنا لا كابتن ولا عندنا كوره من غير محمد صلاح. فاحنا عرفنا ان محمد صلاح، لا، تريزيجيه كان متغطي تحت جناح صلاح. ماشي، فهو بقى يقوم منزل لك لجان يقول لك ده دي ماريا العرب ومش عارف ايه. ده اهتمام بالسوشيال ميديا زايد قوي عن حده. تالت حاجه بقى، دي فعلا دي اكتر مشكله انا مستغربها، فوضى عارمه في اداره الاهلي. وهل سببها الخطيب؟ انا كاتب كده. سببها الخطيب. ده سؤال انا سالته لنفسي وبجاوب عليه. الخطيب حاسس ان فكره ان هو مش بيسيب، او بيقولك انا مش جاي الانتخابات الجايه، انا مش جاي. فكده كده في رئيس نادي جاي جديد بقى، سواء كان ياسين منصور، محمود طاهر، طاهر ابو زيد، مش عارف ايه. وانا نجيب سويرس بيتكلموا ان نجيب سويرس ممكن يخش، وانا اتمنى ان رجال الاعمال هم اللي يديروا. لا طبعا الموضوع يعني الموضوع مع اللعيبه هيبقى جد جدا، هيبقى جد جدا. انت ما بتقدمليش المطلوب فانا مش هدفع لك الرقم ده فغور. فاللعيبه هتاخد بالها من الموضوع ده. ماشي، بس الفوضى العارمه اللي في الاداره دلوقتي، حسام غالي يطلع في بودكاست يشتم ويقول لك لو انا بقيت الرئيس النادي مش هبقى مطاطي راسي، او مش هبقى انا من النوع اللي بيقول لا ونعم يقول لك تصريحات غريبه كده كانه بيلقح على حد. ف يعني غالبا الموضوع ده يا رب يخلص على طول. وهو اجابه للسؤال، هو الخطيب سببها. الخطيب سببها لانه كان ممكن الانتخابات اللي جايه تيجي من غير ما يعملوا السوكسي اللي هو انا مش نازل انتخابات، في مجلس الاداره يرفض فيقول لا اصل انا عندي مرض وورم. لما تيجي فتره الانتخابات قول الكلام ده، وقول انا بتنحى، ومجلس الاداره لازم يبقى له رئيس جديد بدماء جديده بكذا بكذا بكذا. ساعتها يعني احنا هنروح ماتش الاهلي وانبي علشان الخطيب ما يرحلش؟ ما يمشي. احنا بنحب كابتن محمود الخطيب بس ما يمشي. انا رايح الماتش عشان اتفرج على الماتش عشان فريق يكسب، وفي الاخر فريق يتعادل ويتحرق دمي، فاهم؟ فانت يعني كان موضوع عمل بلبله ملهاش اي 60 لازمه. رابع مشكله، اناس بلا دور.
انا كاتب بقى امثال مين: محمد يوسف المدير الرياضي، عادل مصطفى اللي معرفش دوره كمدير كوره متهيألي، ومحمد نجيب مدرب عام. انا عايز افهم مين دول، مين وليه وايه هو المدير الرياضي المفروض اللي هو مسؤول عن فرقه الكوره. طب ما هو كان مدير فني، اللي هو انا بقيت مدرس فرنساوي لحد ما يجيب مدرس فرنساوي. طب انا بقيت مدير رياضي، محمد يوسف المفروض ان هو مدير فني، ما لخبطه. عادل مصطفى ده كان اصلا في الاعلام، معرفش ايه اللي جابه هنا. محمد نجيب مش عارف لغايه كام سنه كان بيلعب مدافع في الجونه على ما اتذكر، فمعرفش فجاه لقيته يعني مدير عام عندنا هنا في النادي. فانا عايز اعرف ليه، وليه التغييرات دي، وليه ما نرجعش سيد عبد الحفيظ؟ ليه احنا مش عايزين نعترف بخطأنا برحيل كابتن سيد عبد الحفيظ؟ ليه احنا ليه ما بنعترفش؟ ما نعترف ان احنا غلطنا لما كابتن سيد عبد الحفيظ مشيناه. ولكن يعني خلاص. طب حل بقى ايه دول؟ ان انت اعادة هيكلة، كل دول يتم اقالتهم. بقى مدير رياضي، هو كان شغال قبل كده 15 سنة مدير، سنتين مدير رياضي في اي نادي، بس محقق نجاح وفيه وله فكر واهلاوي. زي ما الزمالك عمل وجاب جون ادوارد وقال له انت الامر الناهي في النادي. حسين لبيب ده كده على جنب، انت الامر الناهي، انت الصفقات والتعاملات الماليه وكل حاجه، وظبط فرقه الزمالك سيكا. لولا موضوع ارض الزمالك والسرقه والنصب اللي كان بيحصل ملناش دعوه بيه، بس لما جابوا مدير رياضي فعلا له خبره في المجال وزملكاوي، فالموضوع مشي، الموضوع مشي معاهم. فانا شايف ان احنا لازم نجيب مدير رياضي كان شغال قبل كده مدير رياضي، وننحي محمد يوسف. عادل مصطفى ومحمد نجيب معرفش ادوارهم ايه، ماله سامي قمصان وسيد عبد الحفيظ ما يرجعوا. انا شايف ان احنا لما نعترف بالغلط ده بدايه الاصلاح. غلطت في كذا ماشي، 1 2 غلطت فيها، خلاص صلح الغلط ده، هات بقى واحد ليه في الشغلانه. احنا مش مجاملات وشغل. ليه احنا مش ده، مش النادي الاهلي مش ده. بس حابب انهي الحلقه على كده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وما ننساش اللايك والسبسكرايب والشير طبعا بقى لكل اصحابك بقى، عشان انا بتعب فعلا والله في الحلقات. سلام.